السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ابن خلدون. ولد ولي الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر محمد ابن الحسن ابن خلدون في 27 من شهر آيار عام 1332 ميلاديا في تونس، وتوفي عن عمر يناهز 74 عاما في مدينة القاهرة المصرية بتاريخ 17 من شهر آذار عام 1406 ميلادية. ويعد ابن خلدون أحد أبرز العلماء المسلمين في فترة ما قبل العصر الحديث، حيث أسس ما أسماه بعلم الاجتماع الإنساني أو التنظيم الاجتماعي، بالإضافة إلى ابتكاره أساليب جديدة لكتابة التاريخ. ولم ينحصر أثر أبحاثه وعلومه في المسلمين فقط، بل عده الكثير من المفكرين الأوروبيين منذ القرن التاسع عشر مؤسس علمي الاجتماع والتاريخ الحديثين. تضم مؤلفات ابن خلدون المقدمة، والتي لم يسبق لها مثيل في فلسفة التاريخ، إذ أنها تعرض مجموعة من الأساليب التاريخية بالإضافة إلى طرحها المعايير الأساسية التي يمكن من خلالها تمييز الأحداث التاريخية الحقيقية عن غيرها. كما أن لابن خلدون مجموعة كتب تؤكد وصول الإسلام إلى مناطق شمال إفريقيا، بالإضافة إلى سيرته الذاتية المليئة بالأحداث الملهمة. أم كلثوم بن حسين. ساهمت أم كلثوم بن حسين وهي أستاذة في قسم الأحياء في جامعة تونس بتأسيس وإدارة البحوث العلمية في علم الأحياء والبيئة وعلم الطفيليات. وتحمل أم كلثوم العديد من الشهادات العلمية، من ضمنها شهادة البكالوريوس في العلوم الطبيعية، وشهادتي الدبلوم العالي والدكتوراه في علوم الأحياء البحرية وعلم المحيطات. كما نشرت مؤلفاتها في أشهر المجلات العلمية، فضلا عن المحاضرات التي قدمتها في مختلف المؤتمرات الدولية والمحلية والوطنية. حازت أم كلثوم على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية، ومنها وسام الاستحقاق للفنون والعلوم، وحصلت عليه مرتين خلال عامي 2000 و2008. كما منحته الأمم المتحدة عام 2001 شهادة تقدير للخدمات التطوعية المميزة التي قدمتها، فضلا عن كونها عضوا في الأكاديمية الأوروبية للعلوم الصحية، حيث أنها كرمت عام 2013 وحصلت على دبلومة فخرية. ماجدة إيريكسون. ولدت الفيزيائية التونسية ماجدة إيريكسون عام 1929، وحصلت على شهادة الدكتوراه في الفيزياء التجريبية عام 1958 من جامعة باريس، حيث عملت لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي. وفي عام 1959 حصلت على منحة فولبرايت من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فضلا عن كونها باحثة في مختبر سيرن منذ عام 1965. وحققت بدعم من زوجها تورليف إريكسون عالم الفيزياء النووي السويدي العديد من الإنجازات، ومن أشهرها المساهمة في البحوث حول الفيزياء النووية، اكتشاف التأثير الخاص بالنموذج البصري لنواة البيون في التفاعلات الكهربائية الضعيفة، المساهمة في تفسير تأثير التوافق الكهرومغناطيسي. حبيبة بوحمد شعبوني. كرست حبيبة بوحمد شعبوني مسيرتها المهنية كطبيبة وباحثة في سبيل مساعدة العائلات والأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية، حيث أسست شعبوني أول قسم مختص بعلم الوراثة داخل المستشفيات في تونس. كما أسست مختبر بحوث علم الوراثة البشري في كلية الطب في جامعة تونس، وتولت مهمة الإشراف عليه. وحصلت كذلك على العديد من الشهادات العليا في الماجستير والدكتوراه، فضلا عن مؤلفاتها العلمية والأبحاث المنشورة في الكتب والتي تزيد عن 150 مؤلفا. حازت الطبيبة شعبوني عام 2006 على جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم، وذلك تكريما لإنجازاتها العلمية الرائدة في مجال تطوير علم الجينات في تونس وأفريقيا والعالم العربي.
وكانت الطبيبة شعبوني مستشارة في منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية، فضلا عن مشاركتها في العديد من المبادرات والأنشطة المتعلقة بالإعلان العالمي عن الجينوم البشري وحقوق الإنسان التابع لليونسكو، وهي كذلك عضو في أكاديمية الطب في فرنسا وأكاديمية بيت الحكمة في تونس.